1. كيف نفسر المجتمع السومري؟ بما أن موضوعنا تمهيد للسوسيولوجيا البنيوية، فسوف نخصص مكانا للسومريين تأسيسا على هذا الهدف. لا ندون تاريخ المدنية هنا، لكن يجب فهم شروحي على أنها مساهمة في ذلك، إذ أبحث عن رد للسؤال: كيف نقيم المثال السومري أثناء تفسير التاريخ؟ ينبغي أن تساهم الردود في إيضاح الأسلوب وصياغة مدخل للتاريخ. ثمة فائدة في تناول هذا المثال من عدة نواح. ألف: من المعلوم أن الغذاء الوافر والمتنوع جدا خاصية تميزت بها مرحلة التمأسس النيوليتي المسماة بمرحلة الحلف فيما بين أعوام 6000 قبل الميلاد و4000 قبل الميلاد، التي مرت بفترة ازدهار باهر، والتي تقع إلى الشمال من هذه الحضارة السومرية المنشأة في الحقول القصبية الرسوبية والأراضي الخصيبة المطمورة بالمياه في أماكن تقارب نهري دجلة والفرات، وامتزاجهما ضمن أراضي ميزوبوتاميا السفلى. والذي أدى إلى ذلك هو المجتمع القروي الذي أسفر عن الذهنية المكتشفة لتقنيات الإنتاج، مثلما لعبت هذه التقنيات دورها في ذلك أيضا. فالاستقرار يعني الحقول والتمأسسات الاجتماعية المتنامية بتغذية بعضها بعضا، أما التمأسس فيعني فيما يعنيه تنظيم الذهنية المجتمعية وتحقيق جماعيتها، كما أن الشروط المناخية الملائمة والأمطار الغزيرة تجعل من الري ثانويا. وقد برهن على أن العديد من القرى المستقرة في ميزوبوتاميا العليا قد قاربت حدود المدينة مع التوجه نحو أعوام 3000 قبل الميلاد، إذ يقدم علم الآثار عشرات الأمثلة التي كشف عنها النقاب في تلك المنطقة. كما أبرزت الأسوار المحيطة بالمدينة في العديد من الجثوات والخرائب كدليل قاطع عليها، إلا أن محدودية نطاق الري واعتماد الغلال على الأمطار قد أعاق التوسع وزيادة التعداد السكاني، بينما الأراضي أسفل نهري دجلة والفرات ملائمة جدا للري وتربتها خصيبة معطاء. وقد أثبت أن المستوطنين الريفيين الأوائل قد انحدروا إلى هناك من الشمال، أي من ثقافة تل حلف، في مستهل أعوام 5000 قبل الميلاد. وبالأصل، ولكون هذه المرحلة تشهد تزايدا في التعداد السكاني، فهي ترغم الأهالي على الحراك دائما، فالقرى المتزايدة والمتسعة تقتضي الانتشار في الجهات الأربعة. كنا سعينا سابقا لإيجاز هذه المرحلة بخطوطها العريضة، فكلما زاد الهبوط نحو الجنوب كلما زادت الحاجة الحتمية إلى الري بسبب قلة الأمطار. هذا ما استوجب وجود تنظيم شامل. هكذا نلاحظ أن التنظيم الأمثل قد تحقق حول المعابد المسماة بالزقورات. تتميز الوظائف الثلاث المتداخلة للزقورات بأهمية حياتية بالنسبة لتحليل المجتمع السومري. تتجسد الوظيفة الأولى بشكل عيني في العاملين ضمن الأراضي والذين يمكثون في الطابق السفلي ويعدون من أملاك الزقورات. يقيم معهم أيضا صانع الأدوات والوسائط. والوظيفة الثانية هي المهام الإدارية التي يقوم عليها الكهنة القاطنون في الطابق الثاني، إذ يتوجب على الكاهن حساب الأعمال الإنتاجية المتعاظمة وتأمين المشروعية اللازمة، قوة الإقناع، لتحقيق العمل الجماعي بين العاملين، أي أنه يدير شؤون الدين والدنيا معا. أما الوظيفة الثالثة فتؤدى من قبل الموجودات الإلهية بمثابة أولى أمثلة مجمع الآلهة المقيمة في الطابق الثالث. ومثلما أكدت على ذلك في مرافعتي من دولة الكهنة السومريين نحو الحضارة الديمقراطية، فكأن الزقورات نموذج مصغر لمجتمعات المدنية اللاحقة على صعيد التأثير المعنوي. إنه تمأسس مثالي لدرجة أنه غدا النموذج الأصل المولد لمجتمعات المدن الراهنة التي يناهز تعدادها مئات الآلاف ويزيد عدد سكانها عن الملايين. بل ومثلما كنت بنيت سابقا، فهو يعد الرحم الأم لنمط تنظيم الدولة المتأسسة في مجتمع المدينة. فالزقورات في زمانها لم تكن مركز المدينة فحسب، بل وكانت المدينة بعينها، والمدائن بدورها كانت تنقسم إلى 3 أقسام: المعبد، موطن أو منزل الرب، الذي هو قسم معني بتوليد المشروعية وتمكينها، قسم الإقامة الأوسع قليلا والمخصص لمدراء المدينة، والأماكن الأوسع قليلا لإقامة العاملين الذين يشكلون الشريحة الأوسع. فالزقورات تؤدي هذه الوظائف الثلاثة معا كأول مثال من نوعه في العالم. لو تمعنا عن كثب قليلا فسنجد أن الكاهن هو المبادر الأول بكل تأكيد، فهو رأسمالي زمانه. أقول ذلك للاستيعاب على نحو أفضل، وإلا لم يبرز رأسمالي الحداثة حين ذاك، أو هو رب العمل أو الآغا،
ذلك أنه مهتم بوظائفه التاريخية الموكلة إليه، وبالأصل فهو مؤسس المدينة والذي سيمهر بطباعه المجتمع الجديد، ذلك أن ما سيتشكل حوله ليس بقرية بسيطة بل إنها المدينة. سندرك عظمة المهمة التي تواجه الكاهن على نحو أفضل إذا وضعنا نصب العين مدى صعوبة هذا الأمر في يومنا الراهن، حيث هناك حاجة ماسة لعدد كبير من العمال لأجل المدينة المزمع إنشاؤها، لكن من أين له بهم؟ فاقتطاع الإنسان عن الجلان أو الإثنية أمر عسير جدا، كما أن البطالة لم تكن قد تمأسست بعد مثل ما هي عليه اليوم، والمنقطعون الفرادى عن الإثنية لا يكفون لتغطية الحاجة إلى العمال، كما لم يكن قد حصل الانتقال إلى مرحلة استعباد الناس بالعنف. ربما كانت الفرصة المتبقية لدى الكاهن في اللجوء إلى سلاح الرب. هنا بالذات تبدأ إحدى وظائف الكاهن المذهلة، مهمة تأسيس الرب. الموضوع مهم للغاية، ذلك أنه إذا فشل في هذه الوظيفة فسيعجز عن إنشاء المدينة الجديدة أو المجتمع الجديد، وبالتالي عن تأمين الإنتاج الوافر. هذا المثال يوضح لنا بكل سطوع أسباب كون حكام الدولة الأوائل كهنة، فالزقورات لا تعني بالدولة والإنتاج الوفير والمجتمع الجديد فحسب، بل وتعنى بإعادة البناء والتخطيط لعالم كافة المصطلحات: الحساب، السحر، العلم، الفن، العائلة، بل وحتى المقايضة الأولى، إلى جانب الاهتمام بشؤون الرب، علاوة على إعادة تخطيط وبناء كل ذلك وربطه بمشاريع ملموسة. إذن فالكاهن هو أول مهندس للمجتمع، وأول معماري، وأول رسام تخطيطي للنبوة، وأول اقتصادي، وأول مدير، وأول رئيس عمل، وأول ملك، لنرى الأعمال الأساسية للكاهن بتفاصيل أدق.